أنه يلتحق بنا بالمنصة. شكرا سيد الرئيس. وغادي نخلي لكم الكلمة أنكم تعلنوا على الاسم ديال الناخب الوطني الجديد. شكرا. فأنا غادي نبدا الكلمة نتاعي في المكان اللي نهيت فيها، أن كرة القدم الوطنية تتعرف واحد المسار معين فيه التطور المستمر، وهادشي اللي قال السي وليد. بدينا المرحلة السي وليد في مكان معين. الحمد لله اليوم المغرب والمغاربة يفتخروا بأن الفريق الوطني نتاعهم كيحتل الرتبة الثامنة على الصعيد العالمي على 211 جامعة اللي كاينة تحت اللواء الفيفا. المنتخبات الوطنية اليوم في جميع الفئات بطبيعة الحال كتمشي بهدف واحد، هو أنها يعني دائما تمشي إلى أبعد نقاط وتفوز بالألقاب، وهذا شيء مهم في هذه العملية نتاع التطور. بعد المرحلة نتاع السي وليد اللي كيف قال لكم في الكلمة نتاعو اللي كان فيها التأني والحوار الأخوي والمتواصل، كان التقييم الجماعي اللي شاركوا فيه مختلف الفعاليات اللي مهتمة بالأمر، وفي مقدمتها الإدارة التقنية الوطنية. وهذه فرصة باش نشكر السي فتحي جمال على العمل الكبير اللي تيقوم فيه داخل الإدارة التقنية الوطنية، لأنه دائما نتكلموا على اللاعبين والمدربين، ولكن كيف قال السي وليد كاين ناس تيخدموا وتيشتغلوا في الخفاء، ومن بينهم الناس الإدارة التقنية الوطنية. كان هذا العمل تاع التقييم اللي مهم وأساسي اليوم، هو أن الكرة المغربية وهذا التطور بفضل السياسة الاستراتيجية نتاع سيدنا واللي تكلمت عليها في العديد من المناسبات، واللي بدات في 2008 وبقات غادية، فلم تفرز فقط لاعبين متميزين ومنتخبات متميزة، بل أعطتنا أيضا مدربين محليين وطنيين مغاربة نفتخر بهم جميعا كمغاربة. وما بقاش كاع السؤال يعني واش غادي نلجؤوا إلى كفاءات يعني خارج المغرب. المدربين المغاربة الحمد لله اليوم ماشي هما واحد ولا اثنين، مجموعة من المدربين برزوا الإمكانات نتاعهم، لا اللي شرفوا على المنتخبات المحلية وفازوا بالألقاب، السي عموتة والسي السكيتيوي والسي السلامي، ولا أيضا السي بطبيعة الحال وهبي اللي فاز مع الفريق الوطني لأقل من 20 سنة بكأس العالم. والسي وهبي بطبيعة الحال تعرفونه من قريب، مدرب هادئ ما كيتحدثش بزاف ولكن يشتغل كثيرا، وهو المدرب تاع الفريق الوطني واللي توضعت فيه الثقة. ونطلبوا من السي وهبي باش يلتحق بالمنصة. نطلبوا من الناخب الوطني الجديد السيد محمد وهبي أنه يلتحق بالمنصة. وبطبيعة الحال هذه الثقة كما قلت تعكس هذا الوضع نتاع كرة القدم التي تفرز مجموعة من الكفاءات الوطنية اللي بإمكانها أنها تقود الفريق الوطني ومنتخب ومختلف المنتخبات الوطنية إلى القمة كما فعلته بالأمس. كلنا سنكون مع السي محمد وهبي أطورا جامعة ومغاربة بطبيعة الحال، غادي نكونوا مدعمين له ليسير في نفس المسار طريق نتاعو واحد، هو التطوير المستمر لكرة القدم، وأن نكون عند حسن ظن وتطلعات جلالة الملك نصره الله والشعب المغربي. شكرا. شكرا لك سيد الرئيس. الكلمة الآن للناخب الوطني السيد محمد وهبي. Merci Président. Salam alaikum. Je voudrais tout d'abord commencer par exprimer ma profonde gratitude à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, pour
pour son soutien au football marocain et pour nous permettre aujourd'hui de rêver en grand. Je remercie également la Fédération marocaine de football et M. Larja, son président, pour la confiance qu'il m'a accordée. Aujourd'hui, de me confier la responsabilité de l'équipe nationale. Je suis conscient aussi des attentes, très honoré, et je m'engage vraiment à travailler avec sérieux, avec humilité, avec détermination et surtout avec beaucoup de patriotisme pour continuer à faire progresser cette équipe, parce qu'elle a énormément progressé, et comme c'est une équipe jeune, je pense que c'est une équipe qui peut encore beaucoup progresser, et rendre le peuple marocain fier de son équipe nationale. Et je vais terminer aussi par remercier du fond du cœur Walid Regragui, déjà en tant que Marocain, pour tout ce que tu nous as fait vivre, en tant que sélectionneur U20 aussi, avec tout le soutien durant ces 4 années, les conseils, le soutien, la proximité, alors que tu n'étais pas obligé d'être aussi proche des cadres nationaux plus jeunes. Et en tant que sélectionneur des A actuels, c'est pour l'héritage que tu nous as laissé. Aujourd'hui, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a une équipe solide, on a une équipe en pleine progression, qui est encore faim, et surtout qui n'a pas de complexe. Et donc voilà, merci du fond du cœur. Oui, Président, effectivement, on a le maillot اللي إن شاء الله رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي القجع غادي يقدمه للناخب الوطني الجديد السيد محمد وهبي. Merci, Président. Si vous le permettez, on va quand même... vous allez garder quand même la parole, coach, juste peut-être pour présenter votre staff ou votre adjoint pour tous les journalistes qui sont présents et aussi les supporters.